حوران العزيزة. فنحن يا كرام نحبكم في الله، وهذه هي بلاد، ليست هذه مهد الثورة، لله ضركم، لله ضركم وعلى الله أجركم. فنحن والله يا كرام ما جئنا اليوم إلا لنكرمكم، وما جئنا اليوم إلا لنقبل رؤوسكم، لأنه أنتم لكم دين كبير علينا، والله دين كبير يا كرام. لأنه إحنا اليوم رافعين رؤوسنا في سوريا، رافعين رؤوسنا كيف أنه هذا الشعب استطاع أن ينتصر على ذلك الطاغية البائد، وكيف أنه علم الأمة معاني الصبر. اليوم والله إحنا بنعلم أولادنا معاني الصبر اللي صبرها أهل سوريا. اليوم إحنا، وأنا يعني سوري الهوى وفلسطيني الجنسية، أنا أعلم ولدي هذه التجربة العظيمة. بدك تحرر المسجد الأقصى مش ببلاش، فلسطين ترجع مش ببلاش. شوف أهل سوريا مليون شهيد، ملايين من المهجرين، إلا أنه كان شعارهم في اليوم الأول: إن كانوا يمتلكون جيوش الأسد فنحن نمتلك جيش الواحد الأحد. هذا كان شعارهم، فانتصر الله سبحانه وتعالى له. فأنا أقول هنيئا لكم وهنيئا لنا بكم يا أهل سوريا ويا أهل الشام، فجزاكم الله عنا خير الجزاء. والله الذي لا إله إلا هو، لو كان بودي أن أقبل رؤوسكم جميعا والله ما ترددت.